السلام عليكم، كي درتو بخير؟ نتمنى هذا الفيديو يلقاكم بخير وعلى خير. عييتوا من التعمر ديال الرغايف، عييتوا من الورقه، عييتوا من الحشوات. انا جبت لكم دابا شي حاجه اللي بسيطه وسهله اللي تصايبوها للفطور. قطبان ديال الدجاج بنيت الوالده، الله يعطيها صحيحتها والله يشافيها ويخليها لنا يا ربي. كتصايبهم بصراحه زوينين، وقلت لها انت اللي غادي تصايبيهم وغادي نسجلهم الاخوات باش حتى هما يستافدوا منهم ويصايبوهم لوليداتهم. اذا هنا كيف ما شفتوا عندنا قطبان ديال الدجاج اللي كيكونوا مغسولين مزيان، كنضيفوا عليهم الملحه، البزار، شويه سكنجبير، شويه ديال الخرقوم بلدي، تحميره ولا الفلفله حمراء، سكنجبير، القزبور يابس، وكنضيفوا هنا البصله مشلضه، وكنضيفوا هنايا القزبر ومعدنوس اللي كيكونوا طريين. هاد القضيه كتاكد عليها الوالده انهم خصهم يكونوا طريين باش كيجيو لذاذ. هنا كنضيفوا واحد المعلقه تقريبا ديال الخل، وكنضيفوا شي 2 معالق كبار ديال الزيت، وكنخلطوا هكا على الشكل كيف ما شفتوا. يعني خصهم يتخلطوا مزيان هكا، يعني واحد 5 حتى ل 10 دقائق، وانتم يعني كتشرملوهم بهذه الطريقه هذه. يعني شحال الوالده بقات كتعاود نفس العمليه، يعني باش كتدخل فيهم. قالت لي قامه مزيان وكيجيو بنان. صافي هنا كيف ما شفتوا معايا غادي تضيف هنايا شويه ديال الهريسه، تقريبا واحد المعلقه حتى هي كتزيد البنه. اللي ما بغاش ما يديرهاش، المهم هي غير شويه ما كيجيوش حارين. صافي هنايا كملات، غادي نغطيهم بالفيلم اليمونتير وندخلوهم الثلاجه، خليهم واحد ساعتين هكاك ولا ساعه المكان على الاقل. صافي وكنعمروا القطبان على هذا الشكل حتى كنكملوا الكميه كامله اللي عندنا. ثقوا بيا كيجيو لذاذ 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 بزاف بزاف. كنتمنى ان شاء الله تجربوهم وتردوا عليا الخبار. صافي كنوضعوهم فوق الشوايه، يعني بانيني اولا شوايه اولا فوق الفاخر، كيف ما بغيتو كيجيو لذاذ. كنتمنى هذا الفيديو هذا ان شاء الله يعجبكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.